15 سنة الزمالك واخد 16 لعيب لعبوا في الاهلي او من ناشئين الاهلي، والاهلي خد 8 بس. كل ده لا يعنينا، لان هو هيرجع يقول لك لو انت جايب لعيب مشي من عندهم بقاله 10 سنين هيقول لك انت واخده من الزمالك كوبري، ولازم بيعرفوا يضحكوا على المغيبين. انا راجل بن شرقي اللي هم زعلانين قوي، فبقالك 3 سنين ولما جه الاهلي بقى فيه عسل. طب ما انت واخد على تاريخك لعيبه لا تعد ولا تحصى. 6 ايام حيدر باشا كان في الامر، وانا قلت عليهم قبل كده مش عايز اعيد. وابدا بقى من جمال عبد الحميد وايمن منصور ووحيد كامل، وبعد كده خش على حسام ابراهيم وابراهيم سعيد وكل الناس دي كلهم ولاد النادي الاهلي. بس هو النادي الاهلي مفخره لكل الناس، وان شاء الله سيعود باداره بدر رجب للناشئين. سيجي اليوم ان النادي الاهلي يصدر لعيبه لكل الانديه مره ثانيه، يستعين بولاد النادي الاهلي عنه. بس انت بتحب امام عاشور قوي يا عم حرب. البطولات اللي خدها الزمالك زمان وحيد كامل جاب لهم 78، بعديه حسام ابراهيم جاب لهم 3 دوري ورا بعض، بعديه لا مؤاخذه ابراهيم سعيد وعصام الحضري والذي منه، وربنا يكرم عصام عبد الفتاح مطرح ما راح، وجمال علام مطرح ما راح. 3 دوري 2015 و2 دوري بتاع موسيماني وبساعدة محمد عصام عبد الفتاح وجمال علام. لجنه الاحتواء. احنا بناخد المال الحلال وربنا بيراضينا ليه؟ عشان احنا الحلال بامانه. يا راجل ده رضا البلتاجي كتب تقرير والدوري انتهى، اتغير في الدرج مع اللواء حرب وحماده امام عليه رحمه الله، واتعملت المباراه معاده والزمالك خد نادي خد بطوله باسم المقاولين. عد كده، وبطوله بالطوبه وبطوله بالذي منه. فاحنا بنعلى اهو على عينك يا تاج. ما بنعرفش ناخد مباراه كده بالاكرام. عبد العزيز السيد ده لعيب يطرد، راح البار ورجع قالوا لا انذار بس. كان حسام عم جيب ضارب القندوسي واخر لعيب هيجيب جول، والاخر حسام لما لقى نفسه ما خدش احمر راح ساجد لله شكرا. دي ادانه. ده انا بوري لك لجنه التحكيم اللي اللهم نور اللهم نور يعني. كابتن وجيه احمد، كابتن عدل، لجنه تحكيم اسريه عائليه. عزب حجاج سكرتير اللجنه ابنه حسام عزب حجاج. جمال الغندور ابنه خالد جمال الغندور. اللي على البار النهارده ابن الكابتن احمد الشناوي. يعني تقعد كده اسرع. في قهوه في العباسيه اسمها قهوه خليل، اللي عايز يبقى حكم يروح يخش عنه. الكابتن الخطيب انا بقولها لاي حد، اتفرجوا فيديوهات. فاتك نص عمرك يلي ما شفت بيده او شفت لمسه منه او حتى جون يجيبه. الخطيب اسطوره عالميه فاسده، مش عشان احنا اهلاويه، ده باعتراف انفانتينو لما قال لهم هذا اللاعب يضاهي توني سينس اعظم لعيب في تاريخ اسبانيا. ده اللي قال كده مش انا، ده انفانتينو. خطيب عالمي، خطيب ما زال يحرز اهداف والحلق يفهم. خطيب ما زال يحرز اهداف. اخر هدف بن شرقي بعد الكابتن صالح جاب عدد دوري، كابتن صالح جاب 11 دوري، الكابتن خطيب جايب 10. اصحى، البطولات لا تعد ولا تحصى. يقول لك البطولات، يقول لك مش عارف ايه. النادي الاهلي طول عمره غني عن التعريف. شوف اخر قلم جميل قوي والحدق يفهم، رئيس الوكره القطري قال لك انا ما بسيبش حد ببلاش، اما الواحد اللي سيب له لعيب ببلاش هو محمود الخطيب. دي مش تاج على راس الكابتن الخطيب، مش ده رمز يمثل مصر. تتكلم تقول له الاهلي بيمثل مصر يقول لك بيمثل مصر، ولما هم يلعبوا في الكونفدراليه يبقى هم بيمثلوا مصر. مين ما يحبش ومين ما يحبش بن شرقي، ومين ما يحبش كهربا، ومين ما يحبش اي لعيب يجي يلبس التيشيرت الاحمر بيشرف ويبدع. شوف امام عندنا فتره قد ايه خد كام بطوله. شوف كابتن مروان عطيه كام سنه بيلعب خد كام بطوله. هو ده نادي الفرق بين اي نادي ونادي. نادي عظيم عظيم عظيم. الله يسهل له، وانا بعتذر له من خلالكم. اكرم عبد توفيق هو اختار المال، الله يسهل له.
بس النادي الاهلي لاي لعيب اللي ما يلعبش كره في الاهلي مش هيلعب كويس. النادي الاهلي نادي العظماء والعظمه اللي لا وعد، نادي يمثل دوله بمعنى الكلمه. احنا دوله جوه دوله، بس في ناس هتزعل من الكلام ده. قال لهم شكرا، لعبد القادر قال لهم شكرا. طب انتوا عايزين ياسر وايه اللجنه الجميله دي؟ بالله عليكم حد يثبت لي ان هيثم فاروق ابن نادي الزمالك لعب كعب داير انديه 5 6 انديه يبقى نادي الزمالك. ابن الاولمبي ترسانه والاسماعيلي والجيش والمقاولين ولعب بره ولعب 2 سنين زي اسامه المالطي حرام الموبايلات بيضحك على جمهور الزمالك وعلى انه زملكاوي. هو كل الحكايه 2 سنين. ده بقى التضليل والتدليس.